تفاصيل حول ذلك، ولكن اليوم أستاذ أي مسير للمفاوضات؟ هل نشهد طاولة مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية والبوليساريو؟ أي نتائج ما المنتظر من عملية التفاوض؟ نحن بالنسبة لنا إطار التفاوض وقاعدة التفاوض تم رسمها من طرف الاتحاد الإفريقي في قرار قمة مجلس السلم والأمن المصادق عليه مارس من هذه السنة، حيث أكد هذا القرار. وبالمناسبة المملكة المغربية تجلس مع الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي كبلدين عضوين بنفس الحقوق وبنفس الواجبات. الاتحاد الإفريقي صادق في قمة ديسمبر 2020، ولكن أساسا وبشكل أوضح في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي في مارس، على قرار يتضمن دعوة البلدين العضوين في الاتحاد الإفريقي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بينهما من أجل التوصل إلى حل للنزاع على الصحراء الغربية على أساس ميثاق الاتحاد الإفريقي، خاصة البند الرابع الذي يؤكد على ضرورة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال. بالنسبة لنا هذا هو إطار المفاوضات السليم والذي أقرته المنظمة القارية الأم، وحيث تجلس الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. وهذا القرار تم شرحه داخل مجلس الأمن الدولي خلال الأيام الأخيرة، ونتصور بأنه يجب أن يشكل الإطار. وكان من المفروض أن مجلس الأمن الدولي قبل أن يباشر إلى عملية تبني القرار الأخير 26/02 أن يقوم بتمرين ضروري من بينه الاستماع إلى الاتحاد الإفريقي باعتبارها المنظمة الأم المسؤولة عن حيث يوجد النزاع، حيث يوجد الإقليم، وحيث البلدين الطرفين المباشرين في النزاع المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية يتمتعان بصفة العضوية. إذن الإطار واضح بالنسبة لنا، ونحن مستعدون للدخول فيه في أي لحظة، سواء من أجل التوصل إلى تسوية سلمية على هذا الأساس أو حتى من أجل الحديث عن قضايا أخرى، ومن بينها وقف إطلاق النار الذي تحدثتم عنه. لأنه بالنسبة لنا نحن اتفاق وقف إطلاق النار انتهى، أصبح من الماضي، لأنه كان في إطار مخطط لم يعد موجودا، والمغرب بشكل متعمد خرقه أمام الملأ. وإذا كان لابد أن يكون ثمة من وقف إطلاق النار، فالاتحاد الإفريقي قد رسم الإطار بشكل واضح. نعم، اليوم أنت تكلمت أستاذ حول الاتحاد الأفريقي، ولكن بالحديث حول موقف الولايات المتحدة، هذا القرار اليوم يأتي في ولاية جو بايدن، هل يعتبر ذلك امتدادا أو ترسيخا لموقف دونالد ترامب والولايات المتحدة من هذا الملف؟ لا، السياقان مختلفان. نحن نتكلم الآن عن قرار مجلس الأمن الدولي وتم تبنيه ضمن السياق المتعدد الأطراف، حيث الولايات المتحدة دولة أخرى من بين مجموعة من الدول. هذا الموقف يعكس موقف مجلس الأمن الدولي يعني كمجموع. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية لديها دور مهم في صياغة القرار على اعتبار بأنها حاملة القلم فيما يخص تحرير القرارات، ولكن القرار يتم إصداره في إطار المتعدد الأطراف وليس في الإطار الثنائي الذي يعبر عنه. نتكلم أستاذ اليوم على موافقة 13 دولة وامتناع دولتين فقط أيضا. هذا يعني الأمر ليس ثمة من جديد على الإطلاق في الموضوع، فجميع القرارات الأخيرة دائما يوافق عليها من طرف مجموعة من الأعضاء الأغلبية، وهناك دائما دولتان أو ثلاثة تمتنعان عن التصويت احتجاجا على الصيغة اللامتوازنة للتقرير، ولكن أيضا حتى على المقاربة والصيغة التي تتم بها تحرير القرارات وتتم بها المصادقة. ولكن دعني أعود إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما دام قد ورد في السؤال. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية، نحن في جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي ما زال في انتظار موقف رسمي من طرف إدارة بايدن تعلن فيه بشكل مباشر عن إلغائها النهائي لقرار ترامب. ذلك لم يحصل إلى حد الساعة بشكل رسمي، ولكن على مستوى التصريف الإجرائي
لموقف الولايات المتحدة الأمريكية حدثت هناك مجموعة من المؤشرات والتطورات الإيجابية. أولا أبرزها الموقف الذي عبر عنه البيت الأبيض، عبرت عنه وزارة الخارجية أيما مرة، بالتأكيد على طبيعة نزاع الصحراء الغربية كنزاع مسجل لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية الاستعمار، وبأن الأمم المتحدة هي مكان حله، والإشارة إلى الصحراء الغربية باسمها الدولي، والخرائط التي تعرض في المواقع الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية هي الخرائط الدولية المعترف بها. ولكن أيضا البنتاغون وأفريكا كوم على هامش مناورات الأسد الإفريقي التي نظمت في المغرب بشكل واضح أصدر بيانين وربما ثلاثة واضحين في هذا الصدد يؤكدان بأن الجيش الأمريكي، أي جندي من الجيش الأمريكي لم تطأ قدمه إقليم الصحراء الغربية، وهو ما يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية العملية لا تعترف على الإطلاق بأي نوع من السيادة للمغرب على هذا الإقليم. ولكن أيضا موضوع القنصلية بمدينة الداخل المحتلة التي كان ترامب قد وعد بها المملكة المغربية بدا من الواضح بشكل رسمي بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا من خلال المواقف التي عبر عنها داخل الكونغرس الأمريكي مؤخرا بأن هناك رفض واضح ومطلق لفتح أو إقامة أي قنصلية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. هذه مؤشرات تؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية العملية على الأرض تتبنى موقف القانون الدولي من الصحراء الغربية، على اعتبار بأنه بلد محتل من طرف قوة أجنبية، وبأن المغرب لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية. وهو بالمناسبة ما أكد عليه قرار محكمة العدل الأوروبية مؤخرا 29 سبتمبر، حين ألغت أوروبا الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع المملكة المغربية بسبب مخالفتها للقانون الدولي، لأن الصحراء الغربية ليست هي المغرب على الإطلاق. واضح. سنتكلم حول الوضع في الجنوب المغربي، ولكن أيضا أستاذ، اليوم الموافقة الواسعة 13 دولة كما قلت وامتناع دولتين فقط، البعض يرى أنها تمثل إجماعا للرؤية القريبة من الطرح المغربي ويعني ترجيحا لحل الحكم الذاتي. كيف ترى ذلك؟ لا، نحن بالنسبة لنا جوهر الموقف، نحن فقط كنا ننتظر بأن مجلس الأمن الدولي يكون أكثر وضوحا، يكون أكثر حزما فيما يتعلق بالإحساس بالخطر وحرج اللحظة التي توجد بها القضية، والوضع الخطير المتدهور الذي زج المغرب به المنطقة منذ 13 نوفمبر الآن، ومن أجل تجنيب الإقليم والمنطقة احتمالات منزلقات أكثر خطورة. كنا نتوقع هذا، وكنا نتوقع أنه يكون هناك توجه من أجل إعادة قطار التسوية إلى سكته الأصلية. هذا للأسف الشديد لم يحصل. ولكن كلمة السر في قرار مجلس الأمن الدولي كانت وستبقى دائما هي حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة. ومعروف بأن القرار الجوهري الذي يحدد ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة هو اللائحة 1514 لسنة 1960 المتعلقة بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة. الحكم الذاتي الذي تدعي المملكة المغربية بأنه حل وسط ومن الممكن أن يكون تصورا في حل النزاع على الصحراء الغربية مطروح موجود على الطاولة منذ سنة 2007، ولو كانت ثمة من فرصة لتطبيقه لكان قد طبق، أو أعلن مجلس الأمن الدولي بشكل مباشر دعمه له. هذا الاتفاق، هذا الطرح، هذا المقترح ولد ميتا لسببين اثنين. أولا لتناقضه البين الصارخ الواضح مع الوضع القانوني الإقليم ومع تقاليد الأمم المتحدة في تسوية النزاعات من هذه الصفة، نزاعات تصفية الاستعمار، هذا من جهة، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، هذا العنصر الأول. ولكن أيضا حتى من الناحية العملية على مستوى التفاوض وعلى مستوى التصور في الحل، هذا لا يمكن أن يكون حلا وسطا على الإطلاق، لأنه يحل مشكلة السيادة وهي جوهر النزاع بشكل مسبق على أي استشارة لشعب الصحراء الغربية، وبالتالي فهو يعطي الكل للمغرب وبشكل مسبق على أي استشارة للصحراويين أو على استفتاء تقرير المصير. وبالتالي هذا المقترح لا يمكن ولن يكون في أي يوم من الأيام
تصورا بالحل. وبالمناسبة أود أن أوضح نقطة. هناك بعض التقارير وحتى بعض المواقف التي تحاول أن تعطي الانطباع بأن الاستفتاء هو موقف البوليساريو، والاستفتاء ليس هو موقف البوليساريو على الإطلاق. هذا تصور أتت به الأمم المتحدة انطلاقا من فهمها وفلسفتها في تصفية نزاعات تصفية الاستعمار. موقف جبهة البوليساريو كان وما زال وسيبقى هو الاستقلال الكامل للصحراء الغربية وتمتع الجمهورية الصحراوية بسيادتها على الإقليم بشكل كامل. الاستفتاء تقرير المصير هو موقف الحل الوسط. موقف المملكة المغربية هو دمج الصحراء الغربية داخل المملكة المغربية واحتلالها بشكل نهائي. هذان هما الموقفان. استفتاء تقرير المصير هو موقف الحل الوسط وليس موقف جبهة البوليساريو على الإطلاق. ولو كانت جبهة البوليساريو إرادة جبهة البوليساريو أعلنت عنها من خلال إعلانها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة مستقلة، ولكننا إسهاما في التسوية واعتقادنا الراسخ بأنه إذا ما أعطيت فرصة للشعب الصحراوي فإنه سوف يصوت للاستقلال، فيعني تم قبول استفتاء تقرير المصير الذي اقترحته الأمم المتحدة. نعم واضح. البوليساريو تعتبر أن الاستفتاء هو الحل الوسط، فيما تعتبر المغرب أنه الحكم الذاتي هو الحل الوسط. جبهة البوليساريو وصفت قرار مجلس الأمن الدولي بالخطير والغير مسبوق. الجزائر أيضا اعتبرته غير متوازن وداعم لمطالب المغرب. البعض أستاذ يعتبر أن ردود الفعل هذه تحاول التصعيد، تحاول يعني خلق نوع من التوتر، خاصة وأن الجزائر ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات. نزاع الصحراء الغربية نزاع واضح من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية. هذا نزاع تصفية استعمار. هناك حالة احتلال لإقليم، هناك لوائح الأمم المتحدة معروفة، وهناك ممثل شرعي ووحيد لشعب الصحراء الغربية ألا وهو جبهة البوليساريو، وهي حركة التحرير الوطنية في الصحراء الغربية منذ بداية النزاع حتى ضد الاستعمار الإسباني إلى يومنا هذا. الطرفان المباشران في نزاع الصحراء الغربية هما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. نحن يعني موقفنا من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير قلنا بأنه كان مخيبا، بأنه دون المستوى الذي كنا نتطلع إليه. وبالمناسبة لا يتطلع إليه الشعب الصحراوي فقط، ولكن تتطلع إليه جميع شعوب المنطقة بما فيها الشعب المغربي نفسه، لأن الشعب المغربي ضحية أخرى لهذا النزاع، إذ يجد نفسه يوميا وبشكل دائم بأحلام مؤجلة فيما يتعلق بالتنمية، فيما يتعلق بالشغل، فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بالبنى التحتية. كل الأحلام، كل حقوق الشعب المغربي مؤجلة بسبب تواصل عملية الاحتلال المغربية للصحراء الغربية. وبالتالي من مصلحة الشعب المغربي، من مصلحة الشعب الصحراوي، من مصلحة شعوب المنطقة بأنه تتم تسوية النزاع بناء على القواعد. هل يؤثر غياب الجزائر في طاولة المفاوضات على مسار هذه المفاوضات؟ يعني الجزائر كما موريتانيا بلدان ملاحظان في المسار السياسي في الصحراء مغربية. هذا هو الوضع القانوني للبلدين، وليست هناك من صفة إضافية لدى الجزائر بمعزل عن موريتانيا على الإطلاق في هذا الجانب. وهما يعني بالمناسبة بلدان حاولا أن يقدما انطلاقا من موقعهما القانوني ومن إمكانياتهما الموضوعية والمحدودة، على اعتبار بأنهما ليس بلد طرفين في النزاع، حاول أن يساعد على طول هذا المسار من أجل التسوية العادلة لنزاع الصحراء الغربية. ولكن للأسف الشديد المملكة المغربية ليس طرف اليوم في هذا النزاع. الجزائر لم تكن وليست ولن تكون طرفا مباشرا في النزاع على الصحراء الغربية. الطرفان المباشران هما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. الجزائر لديها صفة ملاحظ مراقب في النزاع على الصحراء الغربية تماما كما موريتانيا.
نعم. هل تقبل الجزائر إذن بالاصطدام مع المجتمع الدولي، يعني بالغياب على طاولة الحوار، أم أنها ملزمة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات حسب رأيكم؟ على كل حال هذا السؤال من الممكن توجيهه إلى الدبلوماسيين الجزائريين، وهم أقدر بالتأكيد على الإجابة عليه. ولكن الجزائر يعرف الجميع ما هو موقفها من الصحراء الغربية، ولكن أيضا يعرف الجميع ما هو الإسهامات القيمة التي قدمتها من أجل تسهيل مأمورية الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. ومستقبل النزاع على الأرض سوف نعم. تحدده المواجهة القائمة الآن ما بين الجيش الصحراوي والقوات المسلحة المغربية في الصحراء الغربية، نعم. ومآلات الأمور يتم حسمها على هذا المستوى بمعزل عن أي طرف آخر. واضح. تعليقكم أستاذ حول خطاب الملك المغربي هذا الأسبوع الذي جدد فيه التزامه بالخيار السلمي ووقف إطلاق النار، كيف رأيتم هذا الخطاب؟ بالنسبة لنا هذا الخطاب في الحقيقة يعني حمل الكثير من التناقضات، والتناقض يعبر عن عدم ثقة، يعبر عن عدم وضوح رؤية بشكل واضح. وهو بالنسبة لنا يعني عودة إلى مربع المسيرة التي أعلنها المغرب سنة 1975 لغزو واجتياح الصحراء الغربية. الملك الحسن الثاني كان قد قال: طوي الملف بشكل نهائي، وما هي إلا جولة أسبوع وسوف أحكم السيطرة على الصحراء الغربية. 45 سنة بعد ذلك ابنه الملك محمد السادس يعيد إنتاج نفس الخطاب، ويبدو بأن الملك الحسن الثاني كان في حاجة ل 17 سنة من المواجهات الدامية للأسف الشديد ما بين الشعبين حتى يعرف بأنه إرادة الشعب الصحراوي لا يمكن القفز عليها. كان الثمن باهظا للأسف الشديد، وكنا نتصور بأن المغرب قد استوعب الدرس بشكل نهائي، وبأنه هناك رهان على التسوية السلمية. ولكن خلال السنوات الأخيرة والخطاب الأخير يبدو بأنه محمد السادس أيضا في حاجة للأسف الشديد إلى سنوات أخرى من أجل أن يتأكد ويتيقن بأنه إرادة الشعب الصحراوي يجب أن يتم احترامها في النهاية، وبأنها يجب أن تكون هي الفيصل. الملك محمد السادس في خطابه يقول: نحن لا نتفاوض على موضوع الصحراء الغربية وعلى موضوع السياسة، أي أنه أمر محسوم بالنسبة لهم. الأطراف المغربية تعتبر اليوم أنها تقوم بمسؤوليتها، تلعب دورها السيادي في المنطقة. الملك يقول أن ما يسميه مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لدى من؟ سنويا، وآخرها أكتوبر الماضي، اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش قضية الصحراء الغربية كإقليم مستعمر. قرار المحكمة الأوروبية أشرت إليه، قرارات الاتحاد الإفريقي أشرت إليها، مواقف بالمناسبة دول الجوار المباشر للصحراء الغربية ألا وهي الجزائر وموريتانيا، هذه الدول تعترف بالجمهورية الصحراوية بالمناسبة، والاتحاد الإفريقي الذي هو المنظمة الأم يعترف بالجمهورية الصحراوية. هذه الحقيقة الثابتة لدى من؟ لدى ملك المغرب فقط. وهي حقيقة فتح القنصليات بإقليم الجنوب الذي تكلمت عنه منذ قليل تعتبره الأطراف المغربية اعترافا واضحا بالسيادة الكاملة للمغرب. بالنسبة لنا يعني موضوع القنصليات يعني اللا شرعية التي تم فتحها في الصحراء الغربية بتمويل من المملكة المغربية مجموعة من الألعاب النارية الدبلوماسية التي لا قيمة لها على الأرض. دول ليست لديها سفارات حتى في الرباط، ومع ذلك تفتح قنصليات في مدن الصحراء الغربية وليس لديها رعية واحد. ولكن بالعودة إلى موضوع خطاب الملك المغربي، نعم. يقول بأنه لا تفاوض، ومع ذلك يقول مستعدون للتفاوض. يعني الملك مطالب بأنه أن تتضح لديه هو أولا الفكرة، بعد ذلك يعني يقنع بها الآخرين. التفاوض بالنسبة للأطراف المغربية هو مبني على أساس الحكم الذاتي. هناك من يعتبر أستاذ أيضا أنه الحقوق التي يتمتع بها اليوم
السكان في الأقاليم الجنوبية أكبر وأكثر بكثير من الحقوق التي يتمتع بها سكان منطقة تندوف بسبب التمسك بالمطالب السياسية. يعني كيف تقيم ذلك، خاصة هناك حديث من الأطراف المغربية حول الحقوق اليوم الاقتصادية والسياسية وإلى غير ذلك والتنموية في جهات أقاليم الجنوب؟ هذه يعني تماما ككل التجارب الاستعمارية يتم تقديم مجموعة من المطروحات التي تتعلق بأن الشعوب المستعمرة بأنها تتمتع بحقوق، وبأن واقع الاحتلال والاستعمار هو أفضل خيار بالنسبة لها. بالنسبة للصحراويين الموضوع لا يتعلق لا بحقوق اقتصادية ولا بحقوق اجتماعية، يتعلق بحق في الوجود، هو حق تقرير المصير. والدعاية المغربية التي تتأسس بأن الصحراويين تحت الاحتلال ينتمون إلى هذه الديناميكية التي يطلقها المغرب في المنطقة ومصرون على التمسك بانتمائهم المغربي بين الزوجتين إلى آخره، هذه لا تصمد أمام سؤال بسيط لأي إنسان كان. إذا كان الأمر كذلك نذهب إلى استفتاء تقرير المصير. المغرب يقول بأن هذا هو الوضع. هم يعتبرون أستاذ بعض الأرقام التي تقدمها الأطراف المغربية بخصوص مثلا الانتخابات تقول أنه 68% من سكان أقاليم الجنوب شاركت في الانتخابات، وهذا يعتبر استفتاء في حد ذاته ونوعا من السيادة. إذا كان هذا هو الوضع، والمغرب يدعي بأنه أقلية من الصحراويين توجد في المناطق المحررة وتوجد في مخيمات اللاجئين الصحراويين، إذن لماذا لا نذهب إلى الاستفتاء؟ وكفى الله المؤمنين شر القتال، ودع المغرب يعني يكتسب شرعية دولية فيما يتعلق بمطالبه وأطروحاته الاستعمارية في الصحراء الغربية، وبالتالي نجنب الشعب المغربي، نجنب الشعب الصحراوي، نجنب شعوب المنطقة المزيد من الويلات. امتناع المغرب عن استفتاء تقرير المصير ورفضه له وجميع هذه الخطوات التي يقوم بها الآن بما فيها استقدام أطراف أجنبية إلى المنطقة واتخاذ خطوات تمس استقرار المنطقة هو دليل على أنه يوجد في المسار الخطأ من التاريخ، وهو نفس المسار الذي سلكته جميع القوى الاستعمارية، جميع قوى الاحتلال. وفي النهاية النتيجة معروفة، ولكن للأسف الشديد الثمن سوف يكون باهظا قبل الوصول إلى تلك النتيجة، وهو ما لا نتمناه. ولكن كيف يمكن للمغرب أن تتفاوض في ظل إعلان عدم وقف إطلاق النار من جبهة البوليساريو؟ المغرب تعتبر ذلك استفزازا كبيرا بالنسبة إليها. من خرق وقف إطلاق النار أمام الملأ جهارا نهارا هو المملكة المغربية فجر 13 نوفمبر 2020 من خلال فتحها لثغرتين أو ثلاث داخل الحزام العسكري وعبرت القوات المغربية تجاه منطقة عازلة منزوعة السلاح، وكانوا بصدد مهاجمة المدنيين الصحراويين، وبعد ذلك بخطوة موالية احتلوا المنطقة ومددوا الجدار العسكري الفاصل بالصحراء الغربية. إذن المغرب هو من يتحمل انهيار وقف إطلاق النار، ولكن وقف إطلاق النار كمبدأ ليست لديه قيمة بمعزل عن الهدف الأساسي والهدف الجوهري للعملية، ألا وهو استفتاء تقرير المصير، ولا وهو عملية تصفية الاستعمار من الإقليم. وقف إطلاق النار خلال السنوات الأخيرة لم يعد لديه معنى بعد رفض المغرب لاستفتاء تقرير المصير. وأقول لك بأننا خلال المؤتمرات الأخيرة لجبهة البوليساريو كنا مطالبين بمواجهة انتقادات حادة من طرف المقاتلين الصحراويين ومن طرف المناضلين الصحراويين بأن وقف إطلاق النار أصبح يعني كما لو كنا نطالبهم بأن يصبحوا حراس لاحتلال بلدهم، إذ أن المغرب يواصل انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مهاجمة المدنيين وتعذيبهم، يواصل نهب
لا هم شرعي يقولون أن البوليساريو أيضا يستعمل المدنيين في بعض الحالات، وهناك حديث حتى في وسائل الإعلام المغربية على تجنيد الأطفال أيضا. تقارير المنظمات الدولية. نحن لا نتكلم عن الصحافة المغربية، لأن الصحافة المغربية بغثها وسمينها كما تعرف، ولكن المنظمات الدولية الوازنة، وأتحدى أن يعطي لي أي إنسان تقرير لمنظمة وازنة تتحدث عن هذا الموضوع. يعني قصص من خلال الصحافة الموالية للنظام في المغرب للأسف الشديد ولا أساس لها. البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في ردود على هذا الموضوع أكدوا بأنه لا أساس على الإطلاق لهذه الادعاءات، وهي في النهاية تأتي في إطار الحرب الدعائية المغربية التي تمارسها الأجهزة المرتبطة للأسف الشديد بالنظام، والتي لا علاقة لها بالمناسبة بالشعب المغربي، لأنه الشعب المغربي في النهاية نحن نعتبره شعب شقيق، ونحن محكوم علينا أن نعيش في حسن جوار واعتراف متبادل مهما طال الزمن. نعم، بالحديث عن الدور الجزائري، المغرب تعتبر أنه الصراع اليوم هو صراع مغربي جزائري ونزاع بين المغرب والجزائر، ويعتبرون أن الجزائر تحتضن البوليساريو. يعني كيف ترى ذلك، وكيف ترى توصيف افتعال الجزائر حربا بالوكالة ضد المغرب؟ موقف الجزائر من الصحراء الغربية، أنا لا أخترع النار حين أقول بأن السياسة الخارجية للدولة الجزائرية منذ تأسيسها إلى الآن، وهي مستمدة من تاريخ الدولة الجزائرية المخالف بشكل مطلق لتاريخ المغرب، سياسة مبنية على دعم القضايا العادلة ودعم قضايا الشعوب في عبر العالم، من تيمور الشرقية إلى أمريكا اللاتينية. والموقف من الشعب الصحراوي والموقف من جبهة البوليساريو يندرج تماما في إطار هذه السيادة. والجزائر لم تخفي أبدا ما هو موقف البوليساريو من التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر اليوم، خاصة وأن ملف الصحراء هو أحد أسباب هذه الأزمة؟ بالنسبة لنا عفوا، قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذا موضوع ثنائي يتعلق بالعلاقات الثنائية ما بين البلدين. ولكن إذا كان لابد من أن نقول شيئا بهذا الصدد، إنه مشكلة العلاقات الثنائية ما بين الجزائر والمغرب مشكل لديه جذور تاريخية، يعني منذ قرون، ويعني سنوات طويلة قبل حتى ميلاد الدول الوطنية في المنطقة. وموقف المملكة المغربية من الثورة الجزائرية وحادثة اختطاف طائرة الزعماء الجزائريين، وبعد ذلك حرب الرمال سنة 1963، والدور المغربي في تغذية الإرهاب على الجزائر خلال العشرية السوداء، وجميع السياسات التي ترمي إلى ضرب استقرار الجزائر، هذه مواضيع لا علاقة لها بالنزاع على الصحراء الغربية. والجزائر موقفها واضح، الصحراء الغربية لم تخفيه، تؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، وقالت الجزائر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يستعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة فريق ريال مدريد لولاية الثالثة، وحيث أكد برنامج شيرينغيتو أن زيدان يرغب في العودة للملكي مجددا، وهناك اتصالات قائمة بينه وبين مسؤولي النادي. وأضاف أن زيزو يبقى الخيار الأبرز والأقوى في ظل الرحيل الوشيك للمدرب الحالي كارلو أنشيلوتي بنهاية عقده في يونيو 2024. ويستعد أنشيلوتي لقيادة منتخب البرازيل، لكنه لم يوقع بشكل رسمي بعد.
لفت البرنامج الإسباني أيضا إلى أن علاقة زيدان القوية بالنجم الفرنسي كيليان مبابي تقربه من العودة مع إتمام هذه الصفقة الوشيكة بضم نجم سان جيرمان للصيف المقبل.